اقول لكم ايه اللي بيحصل في الدوري الانجليزي امبارح والجدول الترتيب والمانيا وايضا في اسبانيا في ايطاليا. امبارح مانشستر سيتي قدر يفوز على بيرنلي 2-1، سيرجيو اجويرو هو اللي احرز الهدفين. ليفربول كمان كسب ساندرلاند 2-0. ليفربول ماشي كويس جدا في الدوري. ليستر سيتي وميدلزبرا 2-2. هال سيتي احمد المحمدي امبارح اتعادلوا مع ويست بروميتش البيون 1-1. سوانزي سيتي كسب كريستال بالاس 5-4. وتشيلسي كسب توتنهام 2-1 في ديربي او كلاسيكو مدينه لندن. انتوا عارفين ان تشيلسي وتوتنهام يعني لما بيلعبوا ماتشاتهم بتبقى حرب في مدينه لندن، لكن تشيلسي قدر يفوز 2-1 عن طريق بيدرو رودريجيز طبعا اللاعب الاسباني اللي احرز، وفيكتور موسيز اللاعب النيجيري الهدف الثاني لتشيلسي، وكان تقدم لتوتنهام كريستيان إريكسن. النهارده في ماتشات قويه في الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد النهارده هيلعب مع ويست هام يونايتد، والارسنال مع بورنموث، دي يعني اهم الماتشات. وبرده ستوك سيتي النهارده فريق رمضان صبحي رايح يلعب مع فريق واتفورد في ملعب واتفورد. طيب اقول لكم بقى ترتيب جدول الدوري الانجليزي سريعا. الدوري الانجليزي بيتصدروا تشيلسي 31 نقطه، ليفربول في المركز الثاني 30 نقطه، المان سيتي 30 نقطه، والارسنال اللي عنده مباراه النهارده مع بورنموث عنده 25 نقطه، وتوتنهام بعد الخساره امبارح من تشيلسي 24 نقطه في المركز الخامس، ومانشستر يونايتد في المركز السادس 19 نقطه. خلينا نروح للدوري الاسباني ونقول لكم ايه اللي بيحصل في الدوري الاسباني وماتشات النهارده وماتشات امبارح والترتيب الماتشات او ترتيب المراكز بالنسبه للفرق. ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد الفرق دايما اللي بتنافس على بطوله الدوري. امبارح ريال مدريد كسب سبورتنج خيخون 2-1. كريستيانو رونالدو متالق السنه دي وكالعاده يعني زي كل الهدفين. الهدف الاول كان في الدقيقه 5 من ضربه جزاء، والهدف الثاني في الدقيقه 18، والكلام ده كان في الشوط الاول. وبعدين سبورتنج خيخون احرز هدف في الدقيقه 35 وانتهت المباراه بفوز ريال مدريد 2-1. النهارده اتلتيكو مدريد هيلعب مع اوساسونا الساعه 5:15، وبرشلونه رايح يلاعب ريال سوسيداد في ملعب ريال سوسيداد. خلينا نقول لكم الترتيب الفرق لغايه دلوقتي، ولسه زي ما قلت لكم برشلونه هيلعبوا النهارده مع ريال سوسيداد، وايضا اتلتيكو مدريد هيلعب النهارده. ريال مدريد في المركز الاول 33 نقطه في المركز الاول. في المركز الثاني اشبيليه 27 نقطه. في المركز الثالث برشلونه 26 نقطه. لو برشلونه كسب النهارده هيبقى 29، هيبقى الفرق بينه وبين ريال مدريد 4 نقاط. ده بالنسبه للدوري الاسباني. ريال مدريد متصدر و33 نقطه، برشلونه في المركز الثالث 26، وبرشلونه النهارده هيلعب مع ريال سوسيداد. كريستيانو رونالدو هو هداف الدوري لغايه دلوقتي مسجل 10 اهداف، يجي بعديه لويس سواريز وليونيل ميسي الاثنين مسجلين كل واحد 8 اهداف في الدوري الاسباني. طبعا يعني ريال مدريد كريستيانو رونالدو 10 اهداف، وبعدين سواريز وميسي 8 اهداف بعديه على طول. خلينا نروح لايطاليا ونقول لكم ايه اللي بيحصل في الدوري الايطالي ومحمد صلاح وروما والمنافسه القويه. بس اليوفنتوس متصدر يعني وماشي كويس جدا اليوفنتوس. امبارح كان في ماتشات في الدوري الايطالي، ماتشين فقط. اي سي ميلان كسب امبولي 4-1 نتيجه كبيره، وتورينو كسب كييفو فيرونا 2-1. النهارده بقى المدعكه بتاعه الدوري الايطالي. النهارده ان شاء الله اليوفنتوس رايح يلعب مع جينوا في جينوا، وروما هيلعب مع بيسكارا في ملعب روما، وبكره نابولي مع ساسولو، وبكره كمان انتر ميلان مع الدوري الايطالي. اليوفنتوس زي ما قلت لكم متصدر، وهو يعني فارق كمان عن بقيه الفرق بارقام كبيره. 33 نقطه اليوفنتوس في المركز الاول، ولسه هيلعب النهارده مع جينوا. وفي المركز الثاني اي سي ميلان 29 نقطه، والميلان كسب امبارح زي ما قلت لكم امبولي 4-1. ده بالنسبه للدوري الايطالي. وروما في المركز الثالث 26 نقطه، وعايزينهم بقى يكسبوا النهارده روما بيسكارا عشان يروحوا للمركز الثاني ب 29 نقطه. هدافين الدوري الايطالي 3: ايدن زيكو اللاعب البوسني في روما، واندريا بيلوتي لاعب تورينو 10 اهداف برضو، وماورو ايكاردي لاعب انتر ميلان برضو 10 اهداف. دول هدافين الدوري الايطالي. بالنسبه للدوري الالماني، وانا عارف دايما برضو المصريين يعني 4 دوريات بيتابعوهم بشكل كبير جدا: الاسباني والايطالي والانجليزي والالماني. كان في الدوري الالماني قبل ما نستقبل شادي محمد وسامي الشيشيني، امبارح كان في ماتشات في الدوري الالماني. بروسيا دورتموند امبارح خسر من انتراخت فرانكفورت 2-1، وبايرن ميونخ كسب باير ليفركوزن 2-1. لسه بقى مستنيين فريق لايبزيج اللي المفروض يعني نعرف لعب لايبزيج لعب يوم الجمعه مع فريق فرايبورج وكسب 4-1. لايبزيج عامل ده كسب ايه؟ لايبزيج كسب فرايبورج في ملعب فرايبورج 4-1، ولايبزيج بيتصدر جدول الدوري
الالماني ده. يعني الاسبوع ال 12 اللي احنا بنلعب فيه ده بروسيا دورتموند بس خلاص بعد، يعني خسر بقى في المركز السادس 21 نقطه. لايبزيج في الصداره ب 30 نقطه، وكسب فرايبورج نتيجه كبيره جدا 4-1 في ملعب فرايبورج. وبايرن ميونخ كسب باير ليفركوزن 2-1، وبايرن ميونخ في المركز الثاني 27 نقطه. ده الدوري الالماني. خليني اقول لكم الهدافين كده بسرعه في الدوري الالماني بعد 12 اسبوع. الهداف بيير إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند، اللاعب الجابوني، عنده 13 هدف، هو في صدارة الهدافين في الدوري الألماني. مستني رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك استاد كرة اف ام عشان تقولوا لي توقعاتكم لماتشات النهارده في بطولة الدوري. بعد الفاصل هنستقبل الكابتن والكابتن شادي محمد، ونبدأ فترتنا التحليلية النهارده ونتكلم كورة على أول مباراة عندنا، الدراويش الإسماعيلي مع أولاد السيد البدوي، يعني طنطا، الاسماعيلي وطنطا.